ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير والدنيا تمام، ورجعنا لافشخ مراجعة في المجرة. هي مش افشخ يعني. بص، المرة دي هحاول ابقى دقيق اكتر، هحاول اظبط الدنيا شوية عشان المرة اللي فاتت وديتكم الاولى خالص. قبل اي حاجة بقى، قبل اي حاجة، تجهز لي خربوش شايك الجميل الحلو ده، المدقدق اللذيذ اللي بتاخد منه الرشفة واحنا في الشتاء كده والايام الجميلة دي. واقعد بقى عشان احنا هنبدأ بداية جميلة اوي النهاردة يا باشا. نخش بس في الثلاث حلقات التانيين من اركين. بداية الحلقة بتبدأ بالاحداث بعد سنة من اللي حصل في الثلاث حلقات الاولى. اعتقد، اتمنى اكون دقيق في اللي انا بقوله ده عشان انا في البطيخي خالص. احاول اظبط الدنيا شويه عشان المره اللي فاتت وديتكم الاولى لي خالص. بنلاقي ان جينكس والبنت الصغيرة اللي كان في الحلقات اللي فاتت ايشا بقوا صحاب جدا، وجينكس يعني بتعتبر نفسها ان هي اختها الكبيرة على ما اعتقد. الاتنين بيبقوا قاعدين في بداية الحلقة بيلعبوا مع السكاتلز الصغيرين زي تحدي كده صغير، بتهفن معاها. بيخلص المشهد بتقول لها انا عايز اعمل شعري زيك زي ما انت وعدتيني. جينكس بتاخدها بتصبغ لها شعرها وبتليفها وبتروق عليها. من الواضح ان جينكس بقت علامة كبيرة في مدينة زون، كله بقى عامل شعر ازرق زيها ومش عارف ايه وبتاع، والشغل ابو 2 جنيه وربع ده. ننتقل في الناحية التانية على امبيسا والمساعد بتاعها واقفين في المختبر او المعمل، معرفش بقى هو ايه. بيحاولوا يعملوا حاجة في الهيكستيك وجايبين واحد زي فار تجارب كده هو اللي بيخش، وبوم العملية بتفشل والراجل ده غالبا بيموت. فبتيجي امبيسا تقول للمساعد بتاعها احنا ازاي ما قدرناش ان احنا نأمن عالم او اي حد معانا، لان هم محتاجين ان هم يطوروا الاسلحه ويظبطوا من نفسهم وكده. طبعا بعد ما المجلس الدنيا كلها بقت في الاولى ليه، وجيس اختفى في الهكساكور هو وهيمر دانجر وايكو. امبيسا ما بقاش في حد معاها، ما بقاش في علماء معاها، فالدنيا خربت معاهم في حوار الاسلحه ده. بنلاحظ ان السجناء اللي واخدينهم من زون في بيلت اوفر واقفين طابور كده، بيبقى في واحد منهم لابس زي زعبوط كده ولا ما اعرفش اسمه ايه على دماغه. بيعدي من جنبه المساعد بتاع امبيسا، فبيجي يبص عليه يروح جاي قفشه كده من رقبته ويقول له تعالى لي هنا كده. لقى شعره ازرق زي جينكس، طبعا كل الناس بتوع جينكس عاملين شعرهم ازرق دلوقتي تضامنا معاها. فبيبدأ هيضربه كده، بيظهر حد لابس وشحو بتاعه مش عارف ايه وبيضرب صواريخ من فوق كلها الوان زي نظام جينكس بالظبط. بنخش الناحية التانية على كيتلين وامبيسا وهما بيتكلموا مع بعض. وامبيسا بتقول لها احنا خسرنا ناس كتير وخسرنا حاجات كتير. طبعا امبيسا زعلانه على بنتها عشان منظمه البلاك روز خدوها. فبتكلم كيتلين بقى بتقول لها احنا لازم نشوف حل، لازم نطور اسلحه، عايزين بقى ناخد خطوه لان احنا واقفين بقى لنا كتير كده، خصوصا ظهور جينكس. فلا لا ده مش جينكس. قالت لها حتى لو مش جينكس اللي ظهرت في المدينه وفرقعت الدنيا دي، فهو حد هيقودنا لجينكس. يجي الناحيه التانية عضو المجلس طبعا اللي اتشل من الانفجار اللي جينكس عملته، وهي قاعدة معاه البت اللي شبه زيها اللي هي عندها قرون أرانب دي ودن أرانب دي، معرفش هي ايه. فبتيجي بقى الحتة دي وهي قاعدة بقى بترسم له على رجله مش عارف بالمادة اللي هي اللي بيدمنوها دي. فبعد ما خلصت جايه ماشية بتقول له على فكرة أنا عارفة واحد في مدينة زون ممكن يعالج لك رجله. فبتقترح عليه ان هو يروح لفيكتور. بيظهر في المشهد اللي بعده على طول سيفيكا وهي بتروح. سيفيكا دي طبعا اللي هي المساعدة بتاعت سيليكو، اللي انا ما كنتش عارف اسمها في الحلقة الأولى، مش تعرف ان انا ذاكرت كويس. المهم بتيجي سيفيكا بتخش على جينكس وايشا، بتقول لجينكس انت ما ينفعش تفضلي كده ولازم تعملي حاجة، لازم تكملي اللي سيليكو بدأوا. الناس كلها بتدور عليكي وبتقول فين جينكس، مستنينك تقودي الدنيا في زون. فجينكس بتقول لها لا انا مش هكمل في الحوار ده، انا ماليش في كده. جينكس عايزه تقعد مع ايشا وعايزه تهتم بيها. قالت لها المهم انا جمعت كل الناس التقيله في مدينه زون وهجمعهم عند التمثال، لازم انت تبقي موجوده عند التمثال عشان تقولي كلمه ليهم، وتبقى انت تعلني ان انت الليدر بتاع زون دلوقتي من بعد سيليكو. بيظهر بقى في الناحيه التانية ايه يا عم الحاج؟ بيظهر ايه يابا انت وهو؟ المساعد بتاع امبيسا، وامبيسا بيعذبوا الراجل ابو شعر ازرق اللي كان واقف تحت، اللي هو ضربه في الاول وعملوا الحاجات دي، بيعذبوه جامد عشان يعرفوا منه مكان جينكس. فبعد عذاب كتير بيعترف لهم وبيقول لهم ان هيبقى في اجتماع كبير عند التمثال اللي في زون. فعلا الناس بتبدأ تتجمع عند التمثال اللي في زون، مستنيين ظهور جينكس.
نلاقي مين اللي داخل، المساعد بتاع امبيسا ومعاه ناس من الحكومة بتاعت بيلتوفر. بيخشوا عليهم بقى وبتحصل الدعمشة والضرب، وبقى مين موجود في النص؟ بيبقى سنجد موجود. يبتدوا يلموا الناس كلها، ويبدأ سنجد يمسك البتاع ويعور نفسه تعويرة بسيطة كده، وينزل منه دم. وبنشوف بقى الناحية التانية عم وورويك وهو بيتفاعل مع الدم اللي نزل من سنجد، وبيفتح عينه لأول مرة، وهوب بينتهي المشهد على كده يا عم الحاج. في الناحية التانية بنلاقي ان جينكس بتدور على ايشا، ما بتلاقيهاش موجودة. بتخش على سيفيكا بتقول لها ايشا خدوهم كلهم. تقول لها في ايه؟ انطقي، في ايه؟ اتكلمي. قالت لها ده خدوه، الرجاله بتاعت بيلت اوفر نزلوا تحت وخدوا كل الناس وخدوا ايشا معاهم. جينكس بقى بتبتدي تجيلها الحاله بقى وبتبتدي تسمع بقى باودر ومش عارف ايه وتسيليكو وكل بقى الكلام وبترجع لها الحاله بقى، وبتبتدي تطخطخ في اللي حواليها. جينكس بتتجنب بتقول لها يلا يا سيفيكا هنروح نجيبها بسرعه، ميتين الدنيا دي كلها عشان خاطر ايشا. تيجي الناحيه التانيه بقى يا عم الحاج، بتلاقيهم محبوسين كلهم في عربيه، وايشا بتبص لسنجد كده. سنجد بيقول لها ما تقلقيش مش هنفضل هنا كتير، هنخرج، لانه عارف ان وورويك جاي له. بيبتدي يظهر بقى ان وورويك فك اخيرا من السلاسل اللي كان فيها دي، ومشهد ان هو جاي بيجري ده حاجه جامده فشخ. بيجي من الناحيه التانيه بقى جينكس وهي بتحاول تخش هي وسيفيكا، بيديستراكتوا حارس من الحراس كده، بيطلع مش عارف جينكس اصلا، وبياخدوا الهدوم بتاعه. جينكس بتعمل نفسها ان هي واحده من الحراس بتوع بيلتوفر، وقابضه كانها يعني محتجزه سيفيكا وجايه تدخلها السجن. فبتعدي هوب بيجي مشهد بقى امبيسا وهي بتبص كده عليها، تقريبا بتلمح الشعر الازرق، فبتعرف ان في حاجه هتحصل. فبيخشوا ضرب من هنا على ضرب من هنا. جينكس بتقدر انها تخش تحت وبتفتح للسجناء كلهم بيخرجوا بقى وبيبصوا لجينكس بقى، فاهم؟ اللي هي جت عشانهم وكده. فجينكس بتستغرب بقى، فكلهم بيعدوا من جنبيها وبيلمسوا كتفها كده. هي بقى بتبتدي فعلا تشوف ان هي رمز لزون، وان الناس كلها فعلا حباها وكده، فبتستغرب. الناحية التانية بقى فوق امبيسا وهي واقفة مستنية العربية اللي جاية وجايبة السجناء، لقيتها متكسرة بقى، فراح بتلبس القناع بتاعها عشان اكيد وورويك جاي، وبتشوف وورويك والموسيقى بتاعت وورويك اللي كلنا عارفينها طبعا. بيجي تحت بقى جينكس بتقعد تدور على ايشا، بتلاقيها اخيرا وبتحضنها. فجأة واحدة بينزل الناس بتوع الحراس بتوع السجن بتاع بيلتوفر، بينزلوا تحت يا معلم. جينكس شافتهم، هوب مين اللي نازل وراهم بقى؟ وورويك نزل وابتدي بقى بيقطع فيهم واحد واحد. هوب من الناحية التانية راحت جينكس قالت لسيفيكا خد انت ايشا وامشي من هنا وانا هتعامل. راحت حطت الهيكستيك في المسدس بتاعها ودخلت على وورويك، وبوم طخ تخ طخ شقلبه يا معلم، وتديله من هنا ويد. في الاخر وورويك بيتغلب على جينكس وبيزنقها كده، ويبقى هيديها القاضية في الحتة الفاضية. بيبص لها كده بيقول لها ايه ده؟ باودر. وبنكتشف بقى يا معلم ان ووروك مين؟ فاندر. فاندر ده اللي هو كان ابو جينكس وفاي من السيزون الاول طبعا، اللي هو كان المفروض مات. بنكتشف ان هو وورويك وما بيرضاش يأذي جينكس، بس كل حاجة في حياتها وجينكس وكله. فهي بقى خلاص بقت طايشة، عمالة بقى تدب في أي حاجة، وبتخش هي مصارعة الحلبة دي هوب بوم طخ بوم، لأن هي كانت بتحب البوكسنج وكده. المهم بينتهي بيها كل الكلام ده إن هي تقع في بيتها كده مش عارف سكرانة من كتر الشرب بقى وبتاع. فبتلاقي مين قدامها بقى؟ بتلاقي جينكس قدامها. بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ جينكس بتقول لها استني بس انا اقول لك على حاجه، فاندر لسه عايش. فبصت لها كده قالت لها انت بتقولي ايه؟ فاندر مات وانا عارفه ان هو مات. قالت لها عايش وهنجيبه في شوال، تعالي بس وانا هوريكي ان هو عايش. قالت لها ماشي، ايدي على ايدك يا ست الكل، ونروح نشوف عايش ولا لا. بيجي تحت الجينكس فاي هما بيدوروا على ووروك، بيخشوا مكان كده بيلاقوا فيه المكان ده كان فاندر بيقعد فيه. بيطلع ان فاندر كان سايب رساله لسيليكو فيها كل حاجه، لو سيليكو كان لقى الرساله دي الاوضاع كلها كانت هتتغير. واقفه ونزلت الحاجات من ايديها وقالت له فاندر بوم. المشهد بينتهي، بيجي بقى حته من الماضي ايام ما كان سيليكو وفاندر لسه اصحاب وقاعدين. بيظهر بقى حبيبة فاندر وهي بتقول له فاي حضنت فاندر وهدي من العصبية اللي هو كان فيها. ففاي بصت لجينكس كده قالت لها تعالي. راحت حضنهم كلهم، حضنوا بعض كده والعيلة اتلمت تاني، وتبات ونبات وعايشة كمان حضنتهم، والدنيا كيوت أوي، الحياة لذيذة. بيجي هو كل الاختراعات وكل الحاجات اللي هو مخترعها والدنيا دي كلها بسبب بنته. بيحاول يوصل لحاجة يقدر يرجع بيها بنته.
فبيقول لهم ان انا اخترعت ووروك ده كان اخر مفتاح ليا ان انا اقدر ارجع بيه بنتي. انا مش عارف ازاي، بس هو بيحاول كل ده يرجع بنته يا عيني اللي راحت الاولى بسبب المرض اللي عندها وكده. حفرة كده مكان كبير، وبتقابل مين بقى في الحفرة؟ بتقابل اخوها اللي المفروض ان هو ميت، وانبس عارفة ان هو ميت، فبتحضنه بقى واخويا وحبيبي وبوسة من هنا على بوسة من هنا. فبس بيلخص لها بقى الحوار وبيقول لها ان امك مش عارف كانت في نوكسوس ولا كانت في مكان كده، وقابلت واحد هناك وحبوا بعض واتجوزوا وخلفوا عيل. تقريبا العيل ده كان في حاجة مميزة وكده، وقال لها احنا وجودنا في الحفرة دي بسبب العيل ده. تبتدي ميلي بقى تكتشف حاجات في الحيطة كده وانه لغز والمفروض تحله. فبتبتدي كده تبص لاخوها كده تلاقي ملامحه ومش عارف ايه وبتاع، فبتقول له انت مش اخويا. راحت ماسكه دماغه بوم في الحيطه، وبيطلع فعلا انه مش اخوها، وبيندمج مع الحيطه وبيبتدي يتحول للسحر البلاك روز. فبتبتدي تتسلسل تاني وتتاخد في نفس المكان اللي كانت متاخده فيه، وبيبتدي صوت يطلع بقى بيقول لها هل دي اختها فعلا؟ مين اللي بيكلمها؟ بصراحة انا مش عارف، فاكيد في الحلقات الجاية هنعرف. بيظهر هو طبعا دماغه اتلحست بقى من الموضوع اللي حصل ده، وبدأ يهلوس ويتجنن. الناحية التانية فيكتور والمساعدة بتاعته وهم عايشين في عالم الهكساكور بقى، وعمال يتوغل وتعمق جامد في الموضوع لدرجة ان انا حاسس ان هو هيبقى هو والهكساكور حاجة واحدة. يجي من الناحية التانية أمبيسا وكيتلين هما بيتدربوا مع بعض، وبوم تيخي طخ عمالين يشقلبوا ويتكلموا وهما بيتدربوا. بيخش عليهم سنجد بيقول لهم أنا قدرت أحدد مكان وورويك وهو في زون دلوقتي، فيلا نروح نجيبه لو انتوا عايزينه فعلا. بيجي من الناحية التانية بقى جينيكس وفاي وإيشا وورويك اللي هو فاندر رايحين لفيكتور طبعا، على أمل إن فيكتور يقدر يعالج فاندر ويرجعه زي ما كان. فبيجوا بيخشوا على البوابة، الحارس على البوابة بيقول لهم احنا بنستخدمش أسلحة هنا، فانتوا محتاجين تسيبوا أسلحتكم كلها هنا. فجينكس طبعا بتطلع الهكسة من المسدس وبتديله المسدس وتشيل الهكسة معاها طبعا عشان دي حاجة خطيرة. فاي بقى بترمي القلبزات وبتهبق على طول. فمين اللي بيشوف القلبزات؟ ايشا. وانت داخل هما داخلين كده في لقطة ممكن محدش ياخد باله منها، ايشا بتحط حاجة في جيبها، اعتقد ان هي خدت الكور بتاعت الهيكستيك اللي في القفازات بتاعت فاي. فبيبتدوا يخشوا جوه ويشوفوا المكان من جوه قد ايه في سلام والدنيا جميلة، ومش مش كأنك في زون خالص، كأنك في مدينة الأحلام. فبيقابلهم اللي هو المساعد بتاع فيكتور، بيقول لهم هو في انتظاركم. فبيروحوا يخشوا في فيكتور بيشوفهم وبيشوف وورويك وشكله وبتاع، اوه ده ايه ده. ففيكتور طبعا عايز يساعده، فقرب منه بيبتدي مديله ايده حاول يساعده، بس فشلت منه وقع في الارض. اعتقد ان هو صعب ان هو يعالج ووروك مش بالسهولة دي. فاندر نفسيته عاملة زي الوحش. فاندر نفسيته عاملة زي الوحش وكده ومش عارف ايه، ومش من السهل ان هو يتعالج. قالوا له انت عرفته ازاي؟ قال انا عرفت كل حاجة، وقد ايه هو كان نفسه زون دي تبقى حاجة جميلة والدنيا وبتاع. قالوا له طب هتعالجه ولا ايه؟ قال لهم هعالجه بس ادوني وقت، سيبوه معايا شوية وانا هحاول ان انا اعالجه. بيجي من الناحية التانية سنجد قدر يوصل للمكان اللي فيه فيكتور وفاندر، لان هما جايين طبعا عايزين ياخدوا وورويك، وامبيسا جايبه الجيش بتاعها معاها كله. فكانوا عايزين يخشوا بالعنف، بس سنجد قال لهم لا، انا عارف فيكتور، هو كان يعني المساعد بتاعي في مره من المرات، فانا هقدر ان انا اتكلم معاه. فامبيسا قالت خلاص ماشي. فسنجد بيروح لفيكتور بيلاقيه بيحاول يعالج وورويك، بيكلم معاه بيقول له احنا عايزين ناخد وورويك عشان هم عايزينه ومش عارف ايه وبتاع. قال له اللي انت عايزه ده مش هينفع، لان انت عارف ان هيبقى في دمار وخراب هيحصل من ورا وورويك لو اتاخد من هنا، فانا بحاول ان انا اعالجه. فقال له انت حر، انت اللي اخترت القرار ده، وسابه ومشي سنجد. ففاي بتلمح سنجد بتعرف ان في حاجه غلط، فبتبتدي تمشي وراه وتشوفه رايح فين. هوب كيتلين بتنط عليها من فوق، ديش توب بوم بوم بتخ، بتقول لها انت بتعملي هنا؟ انت اللي بتعملي هنا يا جيجي. قالت لها انا بحاول اساعد ابويا. هي بقى ما تعرفش، كيتلين ما تعرفش ان وورويك هو ابو فاي. فبتقول لها ازاي ومش عارف ايه وبتاع. بوم بيتقطع المشهد، بنلاقي ان كيتلين قفشت فاي وحبستها ودخلتها الانبسه وقالت لها خدي جبتها لك اهو. بيظهر من الناحية التانية مين اللي وصل لنفس المكان؟ جيس راح للمكان وتقريبا عايز يوصل لفيكتور. بيجي في الناحية التانية بنشوف ان جينكس بتراقب عيشة وهي بتسرق لها المسدس بتاعها عشان ترجعه لها تاني. فبتقعد معاها وبتبدأ بقى تفكر احنا بنعمل ايه، او الدنيا ماشية ازاي، او هنفضل كده الدنيا هترجع كويسة، او في بتبتدي تبص من فوق بتلاقي ان سنجد
وكيتلين داخلين عند وروك، فبتحط الهيكستك في المسدس وبتستعد. في الناحية التانية بيظهر أمبيسا وفاي وهي بتكلم فاي وعمالة بقى تتفاخر ومش عارف ايه وبتاع، وهوب اكتشفنا ان كيتلين وفاي اتحدوا مع بعض، وان فاي مش مربوطة، وهوب نطت راحت حادفة التراب الشبكة بتاع كيتلين، هوب مسكت أمبيسا يا معلم. في الناحية التانية بنلاقي ان كيتلين بتغدر بسنجد وهو رايح يحط البتاع في وروك اللي كانت معاه دي ايا يكن هي ايه عشان يرجعوا بتاعه تاني تقريبا. بيجي في الناحية التانية جيس وهو دماغه خلاص اتجننت وعمال يشوف الناس حواليه، وهوب عقله اتلحس من السنة اللي قعدها في الهيكساكور، وعمال بقى مش عارف هو رايح فين وبتاع. فقابله عيل خده من ايده وقال له انا هوديك لفيكتور، وخده فعلا وراح لفيكتور، وفعلا وصل لفيكتور وشاف فيكتور متعلق فوق كده وقاعد متصل مع الهيكساكور. اعتقد فيكتور اتلحس، ما بقاش طبيعي، موضوع الهكساكور حاسه مسيطر عليه. بيجي من الناحيه التانيه بيخش مساعد امبيسا عشان ينقذ سنجد من كيتلين، وهوب جينكس بتنط من فوق بالمسدس بتاعها وبوم طخة الشقلب تنط يروح قاطع لها حته من شعرها، وهوب مين اللي بيفوق؟ وورويك بيفوق ويقول له اوعى تلمس بنتي، وبوم راح واكله بالقلم كده، هوب بوم طخ. بيجي من الناحيه التانيه جيس وهو ماسك السلاح بتاعه وموجهه على فيكتور، وبيفتكر وهو بيقول انا مش هفشل، وبوم بيدي الفيكتور الطلقة القاضية في الحتة الفاضية. وبتبتدي كل حاجة تتلاشى فيكتور عملها، وكل الناس ترجع زي ما هي كانت مريضة زي ما هم، وبيبتدوا يصرخوا من الألم، ومنظر بصراحة رعب وبشع فشخ. وبتدي وروك يرجع لحالته أسوأ لأن فيكتور كان عالجه شوية، فاللي بيتعالج وفيكتور راح حالته بتسوء، فوروك بيتعصب جامد، وبتبدأ الحرب تشتعل، وهوب جيش أمبيسا بيخش ووروك بيتحول وبيبقى كله نار كده كأنه بيعاني، بيخش على المساعد بتاع أمبيسا بيفرتكوا حتت كده حرفيا. فبيظهر اللقطة اللي حزنتني فشخ. بتيجي عايشة فعلا بتبقى خدت الاتنين هيكستك اللي كانوا في القفازات بتوع فاي، بتحطهم كلهم في المسدس، بتحشرهم جوه، وبتجري في اتجاه وروك وبترفع المسدس لفوق وبتبص لجينكس دي بجد كانت اصعب حتة بالنسبة لي. انا اتضايقت جدا. جينكس كده ممكن ترجع زي ما كانت والدنيا اتدعمشت خالص وبتاع. ف اتمنى الثلاث حلقات التانيين ينزلوا بسرعة لان بصراحة حصلت دعمشة كتير، فاتمنى ينزلوا لان انا متحمس جدا اعرف ايه اللي هيحصل، وايشا فعلا خلاص كده ولا ايه الدنيا. لسه محدش عارف حاجة. عشان خاطر المجهود بقى فولو لايك ودحرج وسبسكرايب وفي لينكات دعم، ممكن تعمل لنا دعم، ممكن تعمل حاجات كتير. دوس بفلوس او مش بفلوس ودي يا عم الحاج، وان شاء الله انزل لكم الثلاث حلقات الجايين في وقت اقرب من ثلاث حلقات بتوع دول لما ينزلوا ان شاء الله. بس تنساش الكومنت، اللايك، الدحرجه، وروق علينا. الولايه اللي انا مش فاكر اسمها لحد دلوقتي، اللي مش فاكر اسمها كان ايه دي مش فاكر خالص، بتظهر في اخر الطريق، بتيجي جينكس تروح شايله الهديه اللي معاها تروح هتفها من فوق، اوب بوم زربخ تنزل تطلع، كانت بتعمل لها دراع جديد غير دراعها اللي باظ. دراع بقى جينكس هي اللي عاملاه مجنون بقى، كل بنيه بتديها بيتغير وبيطلع